في أماكن في عالمنا شكلها عادي جدا، شارع قديم، مغارة في جبل، غرفة مهجورة، أو حتى باب ورا جدار في بيت قديم. أماكن بنعدي عليها كل يوم، أو بنسمع عنها حكايات، وبنتعامل معاها على إنها جزء من ديكور عالمنا المحدود. لكن الحقيقة، دي مش مجرد أماكن، دي بوابات. بوابات بتفتح على عوالم تانية، عوالم مش شبهنا، عوالم قوانين الفيزياء فيها مختلفة، والزمن فيها ملوش قيمة، والكيانات اللي عايشة هناك مش بترحم أي حد غريب يقرر يفتح الباب ويدخل. كتير من المغامرين، أو الفضوليين، أو حتى الناس العاديين اللي حظهم السيء وقعهم في المكان الغلط في الوقت الغلط، دخلوا البوابات دي، دخلوا بدافع الفضول، أو هربا من شيء ما، أو حتى بالصدفة البحتة. لكن قليل جدا اللي رجع، قليل جدا اللي قدر يلاقي طريق العودة من المتاهات الكونية دي. واللي رجع عمره ما كان زي ما دخل. رجعوا بعيون شافت أهوال محدش يقدر يتخيلها، رجعوا بذاكرة مشوهة وجروح مش بتخف، وأحيانا برجوعهم بيكونوا فتحوا الباب لحاجة تانية ترجع معاهم لعالمنا. القصص اللي هحكيها النهاردة مش مجرد حكايات قبل النوم، دي تجارب حقيقية لناس شافوا اللي مينفعش يتشاف، تجارب لناس لمسوا حافة العوالم الأخرى ورجعوا عشان يحذرونا. فلو قلبك ضعيف أو بتخاف من الضلمة، ممكن تقفل الفيديو ده حالا. لكن لو عندك الشجاعة تكمل، اربط حزام الأمان ووطي النور وركز معايا، عشان اللي جاي مرعب أكتر مما تتخيل. في قلب رومانيا في غابة اسمها هاويا باكيو، أو زي ما بيسموها مثلث برمودا رومانيا. الغابة دي مشهورة بالأشجار الملتوية بشكل غريب، والأصوات اللي بتطلع منها بالليل، والظواهر اللي ملهاش أي تفسير علمي. لكن أكتر حاجة مرعبة في الغابة دي هي الدائرة، منطقة مدورة في نص الغابة، مفيش أي نبات بينمو فيها، والتربة فيها كأنها محروقة من آلاف السنين. الأساطير بتقول إن الدائرة دي مش مجرد أرض آحلة، دي بوابة، بوابة بتفتح وتقفل بمزاجها، ولو كنت منحوس كفاية وكنت واقف فيها في اللحظة الغلط، هتتسحب لعالم تاني. ده بالظبط اللي حصل مع ألينا، شابة رومانية كانت بتحب المغامرة، وقررت هي وأصحابها يدخلوا الغابة ويكتشفوا سر الدائرة دي. أصحابها حذروها، لكنها صممت تدخل وتقف في نص الدائرة. وفي لحظة وبدون أي مقدمات اختفت ألينا من قدام عينيهم. فجأة كأن الأرض انشقت وبلعتها. فضلوا يدوروا عليها أيام وأسابيع، والشرطة فتشت الغابة شبر شبر ومفيش أي أثر. وبعد 5 سنين بالتمام والكمال، ظهرت ألينا تاني في نفس المكان اللي اختفت منه، بنفس لبسها وبنفس شكلها، كأن الزمن متوقفش بالنسبة لها. لكن لما لقوها كانت بتصرخ صرخة تخلع القلوب، وبتقول جملة واحدة: أنا شفتهم، هم مش بشر، هم مش من هنا. حياتها بعد الرجوع اتغيرت للأبد، دخلت مصحة نفسية، وعمرها ما قدرت توصف اللي شافته بالتفصيل. وكل اللي كانت بتردده هو إنها كانت في مكان السما في لونها أخضر، وإن الكيانات اللي هناك كانت بتتغذي على الخوف. بنسافر من رومانيا لتايلاند، وتحديداً لكهف سيري ناكام، أو زي ما أهل المنطقة بيسموه الكهف اللي بياكل البشر. الكهف ده عبارة عن متاهة ضخمة تحت الأرض، ممرات ضيقة بتتفرع لممرات أضيق، ومحدش قدر يوصل لنهايته أبداً. الأسطورة المحلية بتحكي عن طفلين من القرية كانوا بيلعبوا جنب مدخل الكهف، وقرروا يدخلوا يستكشفوه. دخلوا ومسكوا إيد بعض، لكن بعد دقايق واحد منهم خرج بيجري وبيصرخ، والتاني اختفى جوه. أهل القرية دخلوا يدوروا عليه، لكنهم مرجعوش غير بخيبة الأمل، والكهف خد ضحية جديدة. القصة دي كانت ممكن تبقى مجرد أسطورة قديمة، لولا اللي حصل بعدها ب27 سنة. في يوم عادي ظهر شاب عند مدخل الكهف بنفس الشكل وملامح الطفل اللي اختفى من 27 سنة، كأنه مدخلش الكهف غير من دقايق. الشاب ده اللي كان لسه طفل في عقله وجسمه كان في حالة صدمة رهيبة.
لما قدر يتكلم وصف ممرات جوه الكهف شكلها مش طبيعي، جدرانها كانت بتتنفس وأرضها كانت لزجة زي ما تكون حية. وصف كيانات شافها هناك، كيانات ضخمة ليها عيون كتير كانت بتطارده في الممرات اللي ملهاش نهاية. قال إنه حس إنه جري لأي بس، لكن في عالمنا كانت عدت 27 سنة. الطفل ده عمره ما رجع طبيعي، وفضل طول حياته بيخاف من أي مكان مقفول، وبيحلم بكوابيس عن الممرات اللي بتتنفس والعيون اللي بتراقبه من الضلمة. مش كل البوابات بتكون في غابات أو كهوف بعيدة. أحياناً البوابة بتكون أقرب مما نتخيل، ممكن تكون في بيتك، في أوضتك، بتطل عليك كل يوم وانت مش واخد بالك. قصتنا المرة دي من مصر، عن بنت اسمها سندس، اشترت من سوق أنتيكات مراية قديمة شكلها فيكتوري وإطارها من الخشب المنحوت. حطت المراية في أوضتها وكانت فرحانة بيها جدا، لحد ما بدأت تلاحظ حاجات غريبة. كانت أحيانا تلمح خيال بيعدي بسرعة في المراية، أو تحس إن انعكاسها بيبتسم ابتسامة خبيثة حتى لو هي مش بتبتسم. في ليلة سندس صحيت من النوم على صوت جاي من ناحية المراية، صوت زي همس أو وشوشة. قامت وقربت من المراية عشان تشوف مصدر الصوت، وهنا حصلت الكارثة. انعكاسها اللي في المراية مد إيده من جوا الإزاز ومسكها. سندس بتقول إنها حست بقوة جبارة بتسحبها لجوا المراية، ولقت نفسها بتقع في فراغ أسود بارد. بتقول إنها دخلت عالم تاني، نسخة مظلمة ومقلوبة من أوضتها، كل حاجة فيها لونها باهت وريحتها تراب. شافت انعكاسها واقف هناك، كيان شبهها، لكن عينيه كانت سودة بالكامل، وكان بيضحك ضحكة من غير صوت. سندس فضلت تصرخ وتحاول ترجع، وبطريقة ما قدرت تخرج من المرايا تاني. أهلها لقوها على الأرض فاقدة الوعي، ولما فاقت كانت في حالة هستيرية. الدكاترة فشلوا يلاقوا أي تفسير طبي لحالتها، والمراية اتكسرت لوحدها في نفس الليلة. كلنا سمعنا عن مثلث برمودا، لكن قليل اللي يعرف إن في مكان أخطر منه بكثير في المحيط الهادي قريب من سواحل اليابان، اسمه مثلث التنين أو بحر الشيطان. المنطقة دي معروفة باختفاء السفن والغواصات بشكل غامض، والحكومة اليابانية صنفتها رسمياً كمنطقة خطرة. قصتنا عن غواص ياباني محترف اسمه هيروشي، كان مهووس بأسرار مثلث التنين، وقرر إنه هيغوص في أعمق نقطة فيه عشان يكتشف سره. جهز غواصته الصغيرة بأحدث الأجهزة ونزل في رحلته الأخيرة. هيروشي اختفى، والغواصة بتاعته اختفت، ومحدش لقاله أي أثر. لكن بعد شهور فريق إنقاذ لقى جهاز التسجيل الصوتي بتاعه طافي على سطح المايه. اللي سمعوه في التسجيل ده كان كفيل إنه يصيبهم بالجنون. في الأول كان صوت هيروشي عادي وهو بيوصف الأعماق، لكن فجأة نبرته اتغيرت لخوف ورعب. كان بيصرخ وبيقول إنه شايف نور غريب تحتيه، نور مش زي أي نور شافه قبل كده. وصف إنه عدى من خلال حاجة زي ستارة مائية، ولقى نفسه في مكان تاني خالص، عالم تحت البحر، لكن فيه سما ونجوم ومدن مضيئة مبنية من كريستال، وكائنات غريبة بتسبح حواليه، كائنات مش سمك لكنها بتشع نور. التسجيل بينتهي بصوت هيروشي وهو بيقول: دي مش أعماق المحيط، أنا مش عارف أنا فين، هما جايين عليا. وبعدها صوت صرخة مرعبة وقطع في التسجيل. أحياناً البوابة مش بتفتح لوحدها، أحياناً في ناس بتستدعيها، ناس بتلعب بالنار وبتمارس طقوس قديمة محرمة عشان تفتح أبواب على عوالم تانية من غير ما يعرفوا إيه اللي مستنيهم ورا الباب ده. في المغرب في قصة بتتحكي همساً عن شاب اسمه يونس، كان عضو في جماعة بتمارس طقوس غامضة ليها علاقة بالسحر القديم. كانوا بيؤمنوا إنهم لو عملوا طقس معين اسمه بوابة الدم في ليلة اكتمال القمر هيقدروا يفتحوا بوابة لعالم تاني. يونس تطوع إنه يكون هو اللي هيدخل البوابة. عملوا الطقوس بتاعتهم ورسموا دايرة بالدم على الأرض وبدأوا يرددوا تعاويذ بلغة قديمة. يونس بيقول إن في لحظة معينة
الهواء حواليه بقى تقيل، والدايرة اللي على الأرض بدأت تشع نور أحمر قوي. وفجأة لقى نفسه مش واقف معاهم، لقى نفسه في مكان تاني، عالم كل حاجة فيه لونها أحمر دموي. السما حمرة، والأرض حمرة، وحتى الهواء اللي بيتنفسه كان لونه أحمر. شاف كائنات غريبة ماشية هناك، كائنات ضلها أطول منها وملامحها مش واضحة كأنها متكونة من دخان. حس برعب مميت وبدأ يجري عشان يرجع. رجع يونس لأصحابه في نفس اللحظة، لكنه مكنش نفس الشخص. رجع بجروح عميقة في جسمه، وشعره كله شاب وبقى لونه أبيض، ولسانه كان بينطق كلمات بلغات غريبة ومحدش فاهمها. تحت شوارع باريس المزدحمة في عالم تاني خالص، عالم من الظلمة والموت. سراديب الموت أو الكاتاكومبس، وهي شبكة أنفاق وممرات لا نهائية، جدرانها مبنية من جماجم وعظام أكتر من 6 مليون إنسان. المكان ده لوحده مرعب كفاية، لكن الأساطير بتقول إن في أماكن معينة في الأنفاق دي مش مجرد ممرات، دي بوابات. قصتنا عن فيليب، مصور فرنسي كان بيصور فيلم وثائقي عن الأماكن المجهولة في الكاتاكومبس. فيليب كان معروف بجرأته، ودخل لأجزاء من الأنفاق ممنوع أي حد يدخلها. الكاميرا بتاعته كانت شغالة وبتسجل كل حاجة. في التسجيل اللي لقوه بعد كده بنشوف فيليب وهو ماشي في ممر ضيق جدا، وفجأة بيقف. الكاميرا بتصور باب غريب في آخر الممر، باب منحوت في الحجر، مش زي أي حاجة شافها قبل كده. من تحت الباب كان طالع نور أزرق خافت. فيليب في التسجيل بيقول بصوت متحمس: أنا لقيت حاجة، دي مش طبيعية. قرب من الباب ومد إيده عشان يلمسه. في اللحظة دي النور الأزرق بقى قوي جدا، والكاميرا اهتزت ووقعت على الأرض، وآخر حاجة اتسجلت كانت صرخة فيليب وهو بيقول لأ. فريق البحث لقى الكاميرا بتاعته بعد أيام، لكن فيليب اختفى كأنه داب في الهواء، ومحدش شافه تاني لحد النهاردة. في شمال كاليفورنيا في جبل بركاني مهيب اسمه جبل شاستا. المكان ده مقدس عند قبائل الهنود الحمر من آلاف السنين. الأساطير بتاعتهم بتقول إن الجبل ده مش مجرد جبل، ده موطن لحضارة قديمة من كائنات متطورة عايشين جو الجبل في مدينة اسمها تيلوس. بيقولوا إن الكائنات دي هم أحفاد حضارة ليموريا المفقودة، وإنهم بيحموا بوابة بتوصل لعوالم تانية. القصص دي كانت مجرد أساطير، لحد ما بدأت تظهر شهادات من رحالة ومتسلقين شافوا حاجات غريبة. أشهر قصة هي قصة رحالة اسمه جون، كان بيتسلق الجبل لوحده سنة 1972. جون حكى إنه شاف من بعيد مجموعة من الناس لابسين أبيض طوال القامة بشكل مش طبيعي، بيمشوا في خط مستقيم ناحية صخرة ضخمة، ولما وصلوا عند الصخرة مشيوا من خلالها واختفوا. جون من كتر فضوله راح ناحية الصخرة ولقى إن فيها ممر خفي بيشع نور ذهبي. دخل جون الممر، وده آخر حاجة فكرها. بعد 3 أيام لقوه أهل قرية قريبة وهو فاقد الوعي عند سفح الجبل، مش فاكر أي حاجة حصلت له في ال3 أيام اللي فاتوا. كل اللي كان فاكره هو النور الذهبي وشعور بالسلام عمره ما حس بيه قبل كده. مين فينا ميعرفش ستونهنج؟ الدايرة الحجرية الأشهر في العالم اللي بقالها أكتر من 5000 سنة ومحدش عارف مين بناها ولا بناها ليه. النظريات كتيرة: مرصد فلكي، مكان للطقوس، أو بوابة بين عالمنا وعوالم تانية. في قصة مرعبة حصلت في أغسطس سنة 1971. مجموعة من الجنود الإنجليز كانوا بيعملوا تدريبات ليلية قريب من ستونهنج. فجأة شافوا نور أخضر قوي جدا بيطلع من نص الدائرة الحجرية، وصوت زي صوت الرعد هز الأرض. الجنود بدافع الفضول أو يمكن الأوامر اتحركوا ناحية النور. شهود عيان من المزارعين اللي كانوا ساكنين قريب حكوا إنهم شافوا خيالات الجنود وهي بتدخل واحدة ورا التانية جوه الدايرة، وفي كل مرة واحد منهم بيعدي بين الحجارة النور الأخضر كان بيزيد قوة، وبعد ما آخر جندي دخل النور انفجر في وميض أبيض عمي الأبصار، وبعدها سكون تام.
كل حاجة رجعت لطبيعتها، كأن ما حصلش أي حاجة. لكن الجنود اختفوا تماماً، وما ظهرش ليهم أي أثر. واحد من المؤرخين المحليين اللي حققوا في الحادثة دي كاتب في مذكراته جملة مخيفة: الأحجار لم تقتلهم، والأرض لم تبتلعهم، بل الهواء نفسه انفتح وابتلعهم، ثم أغلق خلفهم إلى الأبد. في مكان في ليتوانيا اسمه تل الصلبان، وهو عبارة عن تل صغير عليه أكتر من 100,000 صليب حطهم الناس على مر السنين. لكن قريب من التل ده في أطلال دير قديم اسمه دير شاولي، أغلب الناس بتتجنبه وبتقول إنه مسكون. القصة دي حديثة شوية، وبطلها مدون فيديو مغامر اسمه مارتن، قرر يستكشف أطلال الدير بالليل لوحده، وهو بيصور كل حاجة بكاميرته. الفيديو اللي نشره مارتن قبل ما يختفي بيوريه وهو بيتجول في أطلال الدير المظلمة، لحد ما لقى فتحة في الأرض متغطية بلوح خشبي. شال اللوح ولقى تحتيه سلم حجري نازل لتحت في ظلمة تامة. مارتن نزل السلم وهو بيصور، وكل ما ينزل أكتر كان بيسمع أصوات غريبة زي هم جماعية. وصل في الآخر لمدينة تحت الأرض، مدينة واسعة ومبانيها غريبة، ومفيش فيها أي مصدر نور غير نور خافت طالع من الحجارة نفسها. الكاميرا صورة ناس ماشيين في شوارع المدينة دي، لكنهم كانوا بيتحركوا ببطء، وكلهم من غير عيون، وجوههم كانت ممسوحة تماما. في اللحظة دي مارتن شهق من الرعب، وواحد من الكيانات دي اتفت ناحيته. الفيديو بينتهي بصوت صرخة مارتن المرعبة، والكاميرا بتقع على الأرض وبتصور سقف الكهف المظلم. ومارتن محدش سمع عنه أي حاجة تاني. رحلتنا بتنتهي في بوليفيا، في موقع أثري محير اسمه بوما بونكو. المكان ده عبارة عن أطلال لمعبد قديم، لكن اللي محير العلماء هو طريقة قطع الحجارة بدقة متناهية كأنها مقطوعة بالليزر، ووجود بوابات حجرية ضخمة منحوتة من قطعة واحدة، أشهرها بوابة الشمس. الأساطير المحلية بتقول إن دي مش بوابة شمس عادية، دي بوابة النجوم، وإن الآلهة القديمة كانت بتستخدمها عشان تسافر بين العوالم. في قصة بيحكيها السكان المحليين عن رجل عجوز من سلالة كهنة الإنكا القدامي، كان بيعتقد إنه ورث مفتاح ذهبي قديم يقدر يفتح بيه واحدة من البوابات الحجرية الصغيرة في الموقع. في ليلة صافية راح الرجل العجوز عند البوابة وحط المفتاح في ثقب صغير محدش كان واخد باله منه. الشهود اللي كانوا بيراقبوه من بعيد قالوا إن في اللحظة دي البوابة الحجرية بدأت تشع نور أزرق سماوي، والنقوش اللي عليها بدأت تتحرك. النور بقى قوي جدا لدرجة إنه ابتلع الرجل العجوز جوه الحجر. فضلوا مستنيين إنه يرجع، لكنه مرجعش، لكنهم أقسموا إنهم سمعوا صوته جاي من جوه الحجر، صوت بعيد كأنه جاي من عالم تاني، وهو بيقول: أنا شايف مدن من نور، أنا شايف نجوم بتتولد، بس مش قادر أرجع. القصص اللي سمعناها دي مش مجرد خيال أو حكايات مرعبة، دي تذكرة بأن عالمنا اللي بنشوفه ده مجرد قشرة رقيقة، تحتها في أسرار وعوالم تانية أعمق وأغرب بكتير. البوابات دي لو كانت فعلا موجودة حوالينا في غابة أو كهف أو حتى في مراية في بيتك، فده معناه إننا عايشين في عالم شكله محدود وآمن، لكن في الحقيقة هو مليان ألغاز وممرات خفية وعوالم تانية، عوالم إحنا مش مستعدين ليها أبداً، وعقولنا مش هتقدر تستوعبها. الخوف الحقيقي مش من المجهول اللي ورا البوابات دي، الخوف الحقيقي هو إن واحدة من البوابات دي تفتح في وشك في يوم من الأيام. كل قصة من دول بتسيب ورانا سؤال أهم من اللي قبله: إيه اللي بيحصل للناس اللي بتدخل ومترجعش؟ وهل هم لسه عايشين في أبعاد تانية؟ ولا تحولوا لحاجة تانية خالص؟ والأهم، هل ممكن حاجة من العوالم دي تعدي لعالمنا؟ افتكر دايما لما تلاقي باب في مكان مش منطقي، أو مراية شكلها غريب وبتعكس حاجات مش موجودة، أو كهف الناس كلها بتحذرك منه، فكر 1000 مرة قبل ما الفضول يغلبك. ممكن
تكون دي بوابة، ولو دخلت مفيش أي ضمان إنك هترجع، وممكن اللي يرجع ميكونش أنت. وفي الآخر بقى، لو عندك قصة مرعبة عن بوابة شفتها أو تجربة غريبة حصلت لك في مكان حسيت إنه مش طبيعي، اكتبها في الكومنتات. شاركنا رعشة قلبك، أنا بقرأ كل الكومنتات، ومين عارف يمكن تكون قصتك هي بطلة الحلقة الجاية. متنساش اللايك والشير لو الحلقة عجبتك، واشترك في القناة عشان تكون أول واحد يشوف الرعب الجديد. تصبحوا على خوف.